السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ازيكم يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة يا رب. كل سنة وانتم طيبين. أنا النهاردة إن شاء الله هلبي طلب مشتركة معايا، طلبت مني أكتر من مرة صلصة مكرونة تكون حلوة وسهلة. اختصارا للوقت أنا قطعت البصلة مكعبات زي ما انتم شايفين وخليتها تدبل قبل ما تدخل على صفار، يعني احنا عايزينها تبقى ذهبي قبل ما هتبقى لونها ذهبي، يعني لما توصل تبقى دبلانه بالشكل ده. هنزود فلفل اخضر مكعبات، واللي عايز يحط شطه خضراء او فلفل حار ممكن يحط حسب الرغبه. هنقلبهم مع بعض لغايه ما نحس ان الفلفل دبل شويه معانا، ونزود بقيه المكونات. هنحتاج في المكرونه بصل متقطع مكعبات، فلفل متقطع مكعبات. الكميات يعني لو نص كيلو هتحتاجي لها بصله فلفلايه، لو نص كيلو مكرونه يعني لو باكت. عايزين معلقتين كاتشب، ده اللي بيديها اللون اللامع ده وطعم جميل جدا مع الصلصه. وعندنا مكعب مرق، وكمان هنستعمل كاري، فلفل اسود، شويه من الفلفل الاسود، وطبعا هنستعمل صلصه على حسب الكميه اللي انت بتعمليها. هتحطي الصلصه بتاعتها، هنقلب بالشكل ده. وبعدين دلوقتي هنزيد المكعب مرق الدجاج علشان مع البصل والفلفل بيدينا طعم روعة لما بيتحمر شوية. وعايزين شوية كاري حوالي نص معلقة صغيرة، طبعا انا عاملة اكتر من نص كيلو. هنحمرهم مع بعض بالشكل ده. اللي عايز يضيف شطة اوكي، دي حاجة ترجع لكم قصدي. هنقلب شوية كده لغاية ما نحس ان البصل والفلفل دبلوا شوية. نسيت اقول مية المكرونة وانتي بتسلقي المكرونة ما ترميهاش كلها، يعني عايزين شوية مية من المكرونة كبشتين 3 كده علشان نخفف بيهم الصلصة ونخلي لها قوام حلو علشان المكرونة بتاعتنا تشربها. هنا زي ما انتم شايفين البصل والبهارات والفلفل كلهم اندمجوا وبدأ البصل يخش على لون اصفر. المرحلة الجاية هتبقى مرحلة الصلصة. اضيف الصلصة، طبعا المكرونة بتاعتي مسلوقة وجاهزة سهلة ما فيهاش اي حاجة. دلوقتي هضيف الصلصة بتاعتي. انا هحط 4 معالق كبار لاني عاملة زي ما قلت لكم اكتر من باكت. نقلب الصلصة كده مع البصل والفلفل والزيت علشان تستوي وتدينا طعم حلو. بالشكل ده. هنزيد الكاتشب
طبعا الصلصه كده سميكه جدا. هنزيد لها الملح حسب الرغبه. ولو حتى ملح في سلق المكرونه كلنا بنعمل كده، خدي بالك ما تزوديش الملح في الصلصه كتير. دلوقتي الصلصه بتاعتنا بقت مستويه وجميله. هنضيف ميه السلق بتاع المكرونه علشان نخفف بيها قوام الصلصه، وهنسيبها تغلي غلوتين كده علشان نظبط القوام بتاعها. طعمها جميل جدا، ان شاء الله تجربوها هتعجبكم كتير. صلصه راقيه جدا وطعمها لذيذ. لما نحس ان هي وصلت للقوام ده هنضيف المكرونه بتاعتنا. واحده واحده. انا هقلب شويه الاول اشوف الصلصه بتاعتي محتاجه مكرونه قد ايه، وبعدين ازيد. صلصه طعمها لذيذ جدا، قريبه كتير من اللي بتاكليها في المحلات بره. كل لما الاقيها الصلصه بتاعتي كتيره ومحتاجه مكرونه انا بزود شويه بشويه علشان اضمن اللون بتاعي يكون جميل وتكون المكرونه طعمها حلو. طبعا بتقعدي تقلبي كده المكرونه في الصلصه علشان وهي على النار علشان المكرونه تشرب من الصلصه ويكون طعمها حلو. ما بتطفيش النار على طول. اللي حابب يضيف لها موتزاريلا، لو هتضيفي نص كوبايه موتزاريلا ضيفي لها معاها نص كوبايه حليب مع الموتزاريلا، وقلبي كويس علشان الموتزاريلا ما تبقاش ناشفه، هيديها قوام كريمي وهتبقى الموتزاريلا بتاعتك طعمها حلو جدا ان شاء الله. جربوها وكتير كتير هتعجبكم. ثواني. دي المكرونه بتاعتنا ان شاء الله. الف هنا الف شفا. جربيها او جربوها هتعجبك جدا ان شاء الله، وهتيجي في التعليقات تقولي لي ان المكرونه حلوه قوي ان شاء الله. صلوا على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وعلى اصحاب سيدنا محمد. وحشتوني كتير، وشكرا لذوقكم والكلامكم الحلو في الكومنتات. ربنا يخليكم ليا وما يحرمنيش منكم ابدا. مع الف سلامه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.